لو انت بقى من الناس اللي ما بتحبيش وقفة المطبخ كتير، طب لو انت من الناس اللي بتحبي تعملي اكل وما بتعمليش مواعين، طب وانت من الناس اللي ولادك ما بيحبوش ياكلوا الخضروات، طب يلا بينا بقى الفيديو دوت مخصوص ليكي. يلا نشوف عملنا الكمال ده ازاي، عملنا الخضروات الدايبه دوب دي ازاي، طب عملنا الصوص الحلو ده ازاي. يلا على الفيديو نشوف. بس قبل اي حاجه نصلي على حبيبي وشافعي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى معانا الكفته، معانا نص كيلو من اللحمه، انا حطيت عليها بصله وملح وفلفل وبهارات، صبحتها كور كده وهدخلها التلاجة ربع ساعه. هنا بقى في الزيت هنحط 3 فصوص من الثوم، وكمان هنحط الجزر المتقطع بتاعنا ونقلبه لحد لما ياخد نص سوا، عايزينه نص سوا مش سوا كامل. طبعا في الوصفه دي تقدري تحطي اي خضروات انت بتحبيها، ممكن نحط بسله، ممكن نحط كوسه، اي حاجه انت بتفضليها حطيها. هنقلبها بقى وهنبتدي ان احنا نصفيها من الزيت كويس قوي، وننزل في نفس الزيت وفي نفس الصينيه بالبطاطس بتاعتنا. هندي بردك البطاطس بتاعتنا تشويحه لما تخش في السوا، بس البطاطس هنرش عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود عشان تطعمها وتدي طعم حلو كده اهوت وتعجبكم. نقلبها بقى كويس، وبعدين لما تستوي هنطلعها بقى من على النار ونصفيها برضو من الزيت بتاعنا كويس قوي. وبعدين في نفس الزيت هننزل بالفلفل الالوان بتاعنا، فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر، وفلفل سبايسي لو حابه، مش حابه خلاص يعني. هنقلبها بردك تقليبه، وبردك الفلفل هنرش عليه رشه من الملح علشان بردك نطعم الفلفل، انتوا عارفين ان الفلفل بينزل ميته. هنقلبه بقى كده اهوت لحد ما ياخد لون حلو معانا، وهنطلعه بردك هنصفيه كويس قوي. واللي وصل معايا لحد هنا اهوت ما ينساش يصلي على الحبيب المصطفى عشان تاخدوا حسنات واحنا كمان ناخد حسنات. هنطلعه بقى كده اهوت، وبعدين في نفس الزيت بتاعنا ممكن لو حسيتي ان هو قليل زودي معلقه من السمنه بقى. وهننزل بالكفته بتاعتنا اللي طبعا حطيناها في التلاجة ربع ساعه عشان تمسك نفسها. هنحطها بقى، وطبعا مش هنقلبها بمعلقه ولا اي حاجه، احنا هنعملها بالطريقه ديت علشان خاطر ما تفكش معانا وبعدين هنطلعها ونصفيها كويس قوي. في نفس الزيت هنحط بصلايه متقطعه مكعبات، نبتدي ان احنا نحمرها لحد لما تدبل، احنا مش عايزينها متحمره قوي. وطبعا احنا حطينا الثوم في الاول، والثوم بيدي ريحه حلوه قوي للخضار وبيدي طعم حلو قوي. هنقلبها بقى لحد لما تدبل، وهننزل عليها بالطماطم المعصوره بس تكون مغليه، بلاش طماطم نيه عشان هتكون طعمها مش حلو. الطماطم بتاعتي مغليه هنزل بيها، وهحط بقى الخضار بتاعي، وهحط كمان الكفته، وهندخلها الفرن. هندخلها الفرن لحد لما الباقي يستوي. طبعا هو كل الخضروات دي مستويه معايا نص سوا، والكفته كمان مستويه نص سوا، يعني احنا هندخلها مش هتكمل حوالي ربع ساعه او 10 دقايق في الفرن، طبعا حسب الحراره بتاعتك. هنولع من فوق ونولع من تحت، وهنقلبها بقى تقليبه، وطبعا هنتبلها بقى بملح وفلفل وبهارات، ونعملها كده اهو، وهتكون طعمها حلو قوي، سهله قوي، بسيطه، وكمان ما عملناش مواعين ولا اي حاجه. تتقدم جنب رز ابيض او رز بشعريه. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تدعميني شير ولايك، ولو اول مره تشوفيني تعملي لي متابعه. باي باي.